صبرا فام. ياسمين ثلاثان. ياسمين ثلاثان. معليش ان شاء الله انا نكون نجهز برنامجي وقت اللي تبدا الحمله نقدم البرنامج نتاعي. انا فقدت هذا اتصال انساني يبحث لابد انه قبل ما يترشح صوره نهائيه يعني يقدم اوراقه وكل يشوف شو تجاوب القاعده الشعبيه معاه ثم وشنو التجاوب؟ وشنو التجاوب سي عبد الرؤوف؟ حد اليوم حد نهار ان شاء الله مشجع اقول ان شاء الله مشجع يعني انا الامر يشجع. يعني شفت اللي مداخلات في المجلس الوطني التأسيسي ولا مواقفي كل كان لها صدى جيد لدى العديد من المواطنين وهذا ما شجعني ان شاء الله اني اتمسك بالقراري في الترشح. تسجيل وتطبيع المقترح القانون هذا قدمته حركة وفاء. انت هذا السؤال وجهه على رأس المجلس اللي جاء في فيان ويعمل تصريح سي بن جعفر ويقول راهم هذول اللي يحبوا يجرموا التطبيع راهم ناس متطرفين والى اخره. سميكوا بالمتطرفين طبعا هذا في فيان صار وحتى خرجوه في الفيسبوك. اكتب وصف بن جعفر فيان تصريح على موضوع التطبيع ويخرج لك. تو تسمع ايش قال بالضبط. جرم الناس اللي قدمت قانون يعني اعتبرت انهم متطرفين وانه هو هذه وذيك علاش هما رفضوا حتى يعرضوها على الجلسه العامه. قلنا لهم اخويا عرضوها على الجلسه العامه وخليها تقول قولها لكن هم ما هو يحكموا في المكتب. مكتب المجلس هو اللي يقدم مشاريع القوانين باعتباره هو يأس المكتب هذا. اولويات تقديم القوانين هي خاضعه لارادته المطلقه. تصير الترويكا وعدم يعني طرح مسألة المحاسبة في وقتها هذا هو من الأسباب الكبيرة وراء عودة هؤلاء. وأنا كنت شفت منذ مدة الأستاذ عماد بالخامسة اللي هو كان في هيئة تقصي الحقائق قال لي احنا سجلنا عليهم معناها نسميهم لي سي دي يعني فهمت اللي هم يتبكاو وهم يطلبوا العفو وقال لي موجودين طبعا سي العنابي عشان عندهم تسجيلات. عندهم تسجيلات نعم. الرموز نظام السابق هم يتبكاو ما نجموش نلقاو بعض الاسامي سي عبد الرؤوف موجودين. قال لي سي عماد قال لي يطلبوهم من عند سي العنابي المفروض ان الشعب يطلع عليه. تو تشوفوا هل اللي تو الان رافعين رؤوسهم والباحثين يعني تو على موقع داخل المشهد السياسي اللي هم كانوا مجرمين العمل السياسي 50 عام انهم هؤلاء يعني هم يعني في الحقيقه كانوا في حاله انهيار بعد الثوره وان ما ضخ فيهم الان هو كان بفعل كما قلت لك دول اقليميه سي عبد الرؤوف راضي نوعا ما او سؤال بالاحرى تقييمك اليوم من عمل رئاسة الجمهورية بمشملها مش ندخل في رئيس الجمهورية بركة رئاسة الجمهورية بصفة عامة تقييمك للعمل بتاعها؟ تقييمي خليه يدخل التاريخ وقت قريب تصير انتخابات نعطيو التاريخ يقول كلمته. لكن بصراحة هو يعني احنا كنا ننتظروا أكثر من في أداء يعني رئاسة الجمهورية. كنا نعتقد أنه هناك عدة معطيات مثلا مؤخرا في الأشهر الأخيرة تحثوا على انقلاب لكن ما خرجوش للشعب وتحثوا التفصيل للشعب ورواوا وش تم ومش تماش. الشعب يبدو أنه كأنه محكوم عليه أنه لا يطلع على أنصاف الحقائق. صبرا فام. ياسمين ثلاثان. ياسمين ثلاثان.